السلام عليكم حبيباتي، صحة فطوركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتمنى انه كامل تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو باتم صحتكم وعافيتكم يا رب. نرحب بكل مشتركات جدد اللي انضموا للقناه، نقول لكم مرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني ونورتوا القناه. اللي مازال ما اشتركتش نقول لك اشتركي وفعلي زر الجرس هكا باش يوصلكم كامل جديد. اليوم ان شاء الله راح نديروا مطلوع. شوفوا اقوى مشروع تقدري ديريه في هذا رمضان تخدمي به حتى بعد رمضان. شوفوا مطلوع يجي بنين، يجي خفيف، راح تشوفوا النتيجه بعينيكم. هنا خدمت بالكاس تاع الحديد تاع الزمان، درت كاس ونص تاع السميد وكاس ونص فارينه. بالنسبه للفارينه استخدمت فارينه سفينه، وبالنسبه للسميد ثاني استخدمت سميد سفينه. درت معاهم مغرف تاع الملح عفوا مغرف تاع السكر تاع الخماره تاع الخبز، مغرف كبيره، ومغرف يعني كبيره ممسوحه تاع السكر، ما نكثرش ما نديرش كيما الخماره. راح نضيف عليها الماء. شوفوا الماء ماء دافي. درت تقريبا نفس العبر اللي عبرت به الفارينه. معناتها درت 3 كيسان تاع سميد وفارينه مخلطين، كاس ونص فارينه كاس ونص سميد. والماء قلت لكم درت تقريبا كاس، هذاك هو اللي بديت به، بديت نزيد غير بشويه. هي بالمجمل درت لي واحد الكاس ونص هكاك تاع ماء، دوك على حسب الفرينه تاعكم وعلى حسب يديكم. ليسونسيال انا عطيت لكم العبر اكزاكت. هذه راح ندير لكم 2 خبزات كبار. هكا بالنسبه للعائلات اللي يكونوا صغار وكامل، يعني الا ما عندكش ما تبغيش ديري بزاف الخبز، 2 خبزات راح يكفوك تاع نهار ولا نهار ونص هكاك. درت معاها هذاك الماء تقريبا وبديت نعجن بيديا، بديت نلم فيها عفوا، يعني ما عجنتهاش، نلمها وحتى يعني نتحصلوا على عجينه شويه تتلاصق في اليد، يعني ما تكونش ناشفه بزاف. لهنايا ما درتش الكاس كامل، درت عفوا ما درتش الكاس ونص كامل، درت الكاس الاول ولميت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. دخلت كامل هذاك السميد مع الفارينه، غطيتها وعاودت رجعت ليها لهنا، غطيها ميم با واحد 10 مينوت هكاك ولا نعاود نرجع ليها. شوفوا ديجا هي خمرت. دوك هنا في هذه المرحله راح نضيف لها الملح دائما ما نضيفوش مع الاول، لانه نخاف انه يثبط لي يعني العمل تاع الخماره تاع الخبز. على هكا دائما نحطو مع المرحله الثانيه. لهنا درت نص مغرف كبيره تاع الملح، راح تجيكم هذيك هي الكو تاعها، وراح نضيف عليها شويه تاع الماء دافي ونذوبوا هذاك الملح. هنا راح نضيف السانوج والحبه الطيبه وكامل، ومن بعد راح نبدا ندخلهم في العجينه تاعي، ونبدا نضيف هذاك النص كاس تاع الماء بالتدريج حتى كي يعني كامل نشوف العجينه تاعي ولات ليس ولات يعني طريه. هنا راح نخدمها بهذه الطريقه، راح ندخل هذاك السميد مع الفارينه كامل، نعجنها مليح. لان شوفوا ما بغيتش نحيكم كامل لي زيتاب، خليت الفيديو كيما راه، يعني ما بغيتش ندير المونتاج ونقص منه، خليته كيما راه. وراح نبدا نعجن العجينه تاعي عادي، راح نخليها تريح شويه ونعاود نرجع لها. شوفوا لهنا في هذه المرحله راح نبدا نخبطها بهذه الطريقه. كل ما خبطيها بهذه الطريقه يعني 2 مرات 3، انتي وقويمك كيما نقولوا، على حساب يديك الا قدرتي تخدمي ولا لا. 2 مرات 3. هنايا غطيتها، نعاود ثانيك نعاود يعني ندير يديا في الماء ونعاود نخبطها بنفس الطريقه. يعني ماني رايحه نعجن ما والو، غير هكا نهويها، نهبط لها داك التخمر باش تجي العجينه تاعي مهويه ويجيكم الخبز تاعكم ولا المطلوع تاعكم مهوي. هكا بنفس الطريقه. دوكا نغطيها نخليها تخمر. ولهنايا بعد ما خمرت شوفوا كيفاه جات، يعني هذوك البنابل اللي راهم فيها، هذوك الخيطان ثاني راهم فيها، معناتها العجينه تاعي راهي ريحت مليح، خمرت مليح. نجي نهبطها بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. يعني هذه هي، يعني ما كان لا عجين لا والو، شويه على شويه كي واقفه مع الطاجين تاعك، وتعاودي ترجعي ليها وتخبطيها هكا بيديك. هنايا بعد ما خمرت المره التاليه شوفوا ثاني راح نجي ندير يديا في شويه تاع الزيت باش ما يلصقوش، وراح نقسم نهبط العجينه تاعي قبل. شوفوا يعني كيف خمرت، شفتوها؟ نهبط العجينه تاعي ومن بعد نقسمها على 2 خبزات. قلت لكم الكميه اللي عطيتها لكم تاع 3 كيسان هذوك تاع الحديد، معناتها كاس ونص فرينه، كاس ونص سميد، مغرف كبيره تاع الخماره تاع الخبز، نص مغرف كبيره تاع السكر، ونص مغرفه كبيره تاع الملح، وكاس ونص تاع الماء. راح تعطيكم 2 خبزات ويكونوا يعني خبزات كبار ما همش صغار. هنايا نعطيكم جميع التفاصيل كيفاش تطيبيها حتى نلحقوا للفرن.
قسمتها على زوج. دوك راح نجي نورمال يعني نسقم لي بول تاوعي تاع العجينه، نرمدهم في السميد الرطب. كاين ناس اللي يبغوا يرمدوها في الفرينه، وكاين اللي يبغوا يديروها في السميد الرطب. كل واحد ومقدوره، كل واحد فاه يحبها. انا لهنايا دائما استخدمتها في السميد تاع السفينه طبعا، تاع الكيلو ولا تاع 10 كيلو. شريتها 40,000، شريتها من عزوز سوبر مارشي. ومن بعد لهنايا راح نجيب، تقدروا ديروها في السنيوه عادي، ولا ديروها يعني في البابي كويسون اللي راح ديروه في السنيوه تاعكم. لهنايا رمتها في السميد، حطيتها فوق البابي كويسون، كنت قطعته على حساب السنيوه تاعي، وخليتها ميم با 5 دقائق، خليتها كيما راهي 5 دقائق فوق البابي كويسون باش نجي نهبطها ونعجنها باش يعني تعطيني الطو، يعني العجينه تاعي ما تبداش ترجد، ما تبداش تتكسل. تقدر ثانيك تحليها بالحلال، راح نرققها شويه عفوا، لانه من بعد راح تزيد تخمر. هنايا حليتها بالحلال عادي. ومن بعد شوفوا البنات، راح نغطيها ونخليها تخمر. كي تخمر نكون سخنت الفرن تاعي. هنا تقدروا بعد ما تخمر تقدروا تثقبوها في الوسط، كاين اللي يثقبوها، كاين اللي يخلوها هكاك باش تجيكم منفوخه. الفرن اللي استخدمته دائما نقول لكم بلاني نطيب في الفرن RBM اللي هو فرن الكهربائي بالمروحه. سخنته يعني شعلته من التحت ومن الفوق يعني للزوج، ودرت له في درجه الحراره، درت له 300 هكا بتعرفوا يعني درجه الحراره، باش اللي الناس اللي يقولوا لي باللي الفرن تاعنا ما يعني ماهوش سخون، انا نديرو في 300 وشويه على شويه نحل عليه يتهوى. لهنايا سنيوه سخنتها في يعني في الفرن، خليتها تسخن. بعد ما سخنت جبت يعني حاجه رفدت بها هذيك بابي كويسون، حطيتها ديريكت في السنيوه. شوفوا لهنايا يعني شعلت له ما تحت ومن الفوق، ومن بعد شويه من ذاك شعلت له المروحه وخليته يتحمر كامل كيف كيف. شوفوا العجينه تاعكم كيفاش تجي طريه، تجي بنينه، سورتو اذا درتوا لها هذاك السانوجو كامل. قلت لكم هذا خبز المشاري، تقدري تخدميه ما فيش حوايج بزاف وماشي ما فيش تعب بزاف، برك تخبطي العجينه يعني ماكش راح تعجنيها. هنا شوفوا شعلت لها المروحه كيفاش خمرت، يعني طلعت لانه ما ثقبتهاش في الوسط. على هكاك جاتكم يعني كيما شفتوها تجي طريه وتجي خفيفه في الوسط. هنا ما تشوفش الفرن تاعي مازال ما درتلوش التنظيف العميق، لانه ما عنديش فورس اكسبريس، نستنى حتى كي نجيبو. وهنا تاع نهار واحد اخر كنت خدمتها وكنت ثقبتها في الوسط. اذا ثقبتوها تجيكم هكا هابطه، واذا ما ثقبتوهاش في الوسط راح تجيكم منفوخه كيما اللي شفتوها من قبل. فوالا، لكن النتيجه نفسها يعني تجيكم طريه، تجيكم عجينه يعني ولا خبز هايل. شوفوا لهنايا راح نقسم لكم، ما يديركمش هذيك تبقى من الفوق تاع يعني تاع الخبز هذاك ولا والو، تجيكم كامل العجينه تاعكم طريه. فوالا، شوفوا لهنا الخبز تاعكم كيفاه يجي طري، يجي ما شاء الله يشهي، سورتو كي يكون سخون. الوصفه هذه شاركتكم بها عده مرات، وعاود شاركتها معكم، درتها معكم من قبل بالفارينه، ودركا درتها معكم بالسميد. فوالا البنات، اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلونا جيم، تبارطاجوا الفيديو اذا بغيتوا طبعا، ونتلاقاو في الفيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه، صحه سحوركم وصحه فطوركم.